بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري. قد ايه هو جميل ولذيذ وطعمناه ما شاء الله عليه. عملناه باحترافية جميلة جدا. عملنا الخطوات خطوة خطوة. عملنا تحت على فكرة الشعرية مع الرز مع العدس، ونقعنا العدس حوالي نص ساعة. وعملنا تحت عملنا مع بعض المكرونة والمكرونة وشوحناها كويس قوي في الزيت مع الفلفل الأسمر، وحطيناها في الطبقة التانية. وبعد كده حطينا البصل وحطينا في النص الصلصة. تعرفي تاكلي منه ما شاء الله، جميل جدا جدا جدا. بنباع بره غالي قوي. ليه ما تعمليش في البيت؟ خطواته بسيطة جدا جدا وما بيتكلفش حاجة خالص. نص كيس مكرونة بيعمل صراحة حلة كبيرة قوي. ونشوف مع بعض الخطوات خطوة خطوة مع بعض. اول خطوة صلصة الكشري ما شاء الله عليها هنعملها مع بعض. انا فرمت طماطم في الكبة زي ما احنا شايفين كده، ومعايا كمان حبة صغيرين. بسيبها على النار واشوف هنعمل بعد كده الخطوة التانية البصل. الخطوة اللي بعد كده على النار بحط هنا زيت نوع كويس قوي. بكتر الزيت شوية وانزل بالبصل عبال ما الزيت يسخن معايا. انا هنزل بمية دافية على العدس زي ما احنا شايفين كده، مية دافية بس. هسيبه حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. هنزل بقى بالبصل. انا عاملاه جوانح زي ما احنا شايفين بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. وعندي هنا الصلصة، على فكرة عايزين نعمل صلصة كويسة مش بس توم وخل وخلاص، لا، هنشوف معانا الخطوات خطوة خطوة. زي ما احنا شايفين كده البصل بدأنا نقلب فيه. بعد كده هحط له معلقة نشا ونص معلقة سكر او معلقة سكر كاملة، لان البصل في الكشري لما بيكون مسكر بيكون حلو قوي. والمعلقة النشا علشان خاطر ينشف معايا ويبقى مقرمش. دي اول خطوة معايا، خطوة البصل. طبعا احنا حاطين الطماطم على النار زي ما احنا شايفين، وناقعين العدس بتاعه. هنشوف مع بعض. معلقه النشا معايا زي ما احنا شايفين، هوزعها على البصل كويس قوي زي ما احنا شايفين كده، واديله تقليبه. بعد كده هحط نص معلقه السكر. احنا عارفين ان احنا بنحط سكر على كل اكلنا، بس بنحط بكميه قليله، يعني ممكن ربع معلقه، ممكن نص معلقه، زي ايه حسب الاكله اللي معانا. برضو هنحط السكر نص معلقه. هعلي النار شويه واسيبه لما يقرمش معايا. ده بقى سر القرمشه بتاعت الكشري او البصل بتاع الكشري. عايزين ناكل طبق كشري مش دقناه قبل كده، متدلع، طعمه حلو. معايا كمان بحط للبصل ربع معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه بس تديله نكهه صغيره خالص. معايا كمان 4 فصوص من الثوم هحطهم على الصلصه. معايا حله على النار بحط فيها معلقه ملح، ما بحطش زيت ولا اي حاجه، هي بس معلقه ملح واحده. ومعايا الصلصه لسه خلاص طفيت عليها، والبصل طلعناه. وفي نفس الحله اللي انا عملت فيها البصل هعمل فيها الشعريه والرز والعدس. حطيت الشعريه وبحمرها كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. معايا البصل، معايا حطيت معلقتين زيت على الصلصه. عايزين بقى باردة حطوها ملح بس وفلفل اسمر، عايزينها حراقة حط لها شطة، على حسب بقى اللي عندك في البيت او حسب اولادك. يا ريت ما تنسوش اللايك يا جماعة، كل اللي بيحب دودو حط لايك. اللي جرب اكلاتي يعمل اشتراك للقناة فضلا وليس امرا، علشان يوصلكوا كل جديد. كل ما اعمل حاجة حلوة توصل لكم. بعمل الاقتصادي وبعمل غير اقتصادي.
تكات حلوه للاكل، بالطعام الاكل ندلعيه. هنا على فكره هحط العدس، انا غسلاه كويس قوي وصفيته كويس قوي، وبعد كده زودت له الميه علشان انا هحط العدس بالميه، والميه اللي انا نقعاه فيها تدي لون حلو للرز، خلي الرز لونه جميل معاكي. وفي الحله التانية الميه فارت معايا، هحط المكرونه، ده نص كيس، هحطه معاه كمان نص كيس من المكرونه الرفيعه. بعد كده بحط المكرونه الصغيره الاتنين مع بعض زي ما احنا شايفين كده. وعندي الشعريه حمرت معايا كويس قوي، هنزل بالرز، انا مصفياه، هنزل بالرز زي ما احنا شايفين كده. احنا شايفين كده بشوح فيه على قد ما اقدر. بعد كده بنزل بالعدس بميته، انا عايزه الميه بتاعه البن دي بنزل فيها كويس قوي. انا كنت على فكره شوحته عشان مش تقولي ان النار مش في نار، انا كنت شوحته كويس قوي وركنته شويه علشان ولادي ميعاد الدرس بتاعهم اتغير، فانا عايزين ناكله بصراحه سخن، فركنته شويه. هعلي النار بقى واشوح فيه تاني. هو الرز عامه مشوح تشويحه كويسه قوي. هو الشعريه شوحته كويس قوي زي ما احنا شايفين كده، ما عادش فيه ميه ولا اي حاجه كده. ده بيخليه مفلفل، على فكره ده سر المحلات بتاعه الكشري، دايما بيشوحوه كويس قوي علشان خاطر يبقى مفلفل معاكي، مش يبقى معجن. ما شاء الله. هنزل بقى عليه في الميه تغلي، مش هحط ميه كتير قوي، هشوفه بس عايز ميه. على فكره هو هيعوز ميه تانية، هنزوده كمان شويه عشان ميته قليله قوي زي ما احنا شايفين كده. واول ما يشرب هوطي عليه على شعره كده من النار. شوف مع بعض ما شاء الله كده يشرب اهو. على فكره انا حطيت له فلفل اسمر وملح ساعه ما كنت بشوح فيه طعمته. المكرونه اللي انا كنت سلقه فيها سوري الحله اللي كنت سلقه فيها المكرونه، بعد ما صفيتها شوحتها في شويه زيت. طبعا مش استهلكنا حلل كتير ولا حاجه، هي نفس الحله اللي احنا كنا سالقين فيها المكرونه. شوحت المكرونه مع شويه زيت وشويه فلفل اسمر، شويه زيت وشويه فلفل اسمر، ما شاء الله مفلفله جميله ازاي. هنشوف بقى الرز ما شاء الله برضو مفلفل حلو خالص ما شاء الله زي ما احنا شايفين، حبايه من حبايه، بس البخار طبعا مغطي على الكاميرا. ما شاء الله جميل جدا. هنغرف في طبق التقديم، هنشوف احنا هنعمله ازاي. اول حاجه بحط الرز مع العدس مع الشعريه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. وعندي هنا المكرونه برضو بحطها. بعد كده بنزل بالمكرونه، طبعا هحط المكرونه زي ما احنا شايفين كده. طبعا معلش عشان انا ماسكه التليفون بايدي التانية. هحطها على الوش، حطينا المكرونه على الوش زي ما احنا شايفين. بعد كده هحط البصل زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله عليه. طبق كشري جميل قوي، الرز تحته هو والشعريه والعدس، وحطينا المكرونه في الطبقه التانية، وبعد كده البصل، وحطينا هنا الصلصه ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. على فكره الولاد بيحبوه قوي قوي قوي، بعمله مره في الاسبوع او كل اسبوعين بعمله مره. ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا غبت انادي وينك واحتاج شوفة عينك ادعج نجم